اهلا وسهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. الحلقه مليانه حقد طبقي، مش عارف ليه. يمكن عشان شويه الملايين اللي قاعدين يقولوا عليها دي. تفتكروا هيجي يوم على واحد زيي يحصل معاه كده؟ زمان خالص وانا صغير قالوا الزعيم عادل امام هيسدد ديون مصر، بس يحط صورته على الجنيه. مصر رفضت طبعا، حفاظا على جنيهها العزيز، ومصر فضلت مديونة. وروحي أيام وتعالي أيام، وظهر الأستاذ محمد الغيطي من كام سنة كده وقال لك الزعيم عادل إمام هيتبرع بنص أجره في 3 مسلسلات، وعمل إحصائية كده استنتج فيها الرقم المحدد للتبرع بالظبط. النهارده عادل إمام قال، وده نزل على تويتر، بيقول إنه متبرع ب 52.5 مليون جنيه، نصف أجره عن 3 مسلسلات. يعني المفروض بقى انه 3 مسلسلات هو يعني احسبوها كده يبقى هو واخد فيها 105. أما الجديد بقى في 2016 الزعيم هيتبرع بنص ممتلكاته للصعيد. الإشاعة انتشرت خالص، خلت الناس تروح تطبع استمارات منحة الزعيم. بتعمل ايه يا فنان يا بيكاسو؟ ايه اوعى تكون بتذاكر لا قدر الله. ده منظر واحد بيذاكر؟ لا طبعا، ده انا بحاول ابني مستقبلي. تبني مستقبلك؟ امال ايه؟ ده انت لو جيت تبني مستقبلك العمال هيضربوا بعض ويتخانقوا. ايه ده بس يا بابا وانا افهمك الدنيا فيها ايه. احكي لما نشوف اخر مصايبك ايه. القصه وما فيها ان انا قررت ان انا ابقى نصاب الكتروني. الله عليك يا حبيب والديك. هتتريق عليا من اولها؟ يعني بدل ما ترفع من معنوياتي بتتريق عليا؟ ماشي يا بابا، ماشي يا بابا، ماشي يا بابا. بابا اوه بابا، وانت عايزني انا اساعدك وتحط الكلبشات في ايدي وتقول لي نصاب الكتروني وارفع من معنوياتك؟ الموضوع بسيط جدا، هحكيهولك وانت احكم. اتفضل. طلعت اشاعه على الفيسبوك ان الزعيم عادل امام قرر انه يتبرع بنص ثروته للصعيد. الزعيم عادل امام مره واحده؟ على فكره، وهو كل مره بيعملوا كده معاه وهو بيزعلش. طب وبعدين؟ بص بقى يا سيدي، انا قررت ان انا اعمل استماره واسميها استماره دعم الزعيم. الاستماره دي هتتباع ب 20 30 40 جنيه، اطبع منها مليون 2 مليون 3 مليون 5 مليون بقى وابيع، وربنا بقى يفتحها عليا انا ورزقي بقى. ها 40 انا ورزقي في 5 يعني 30 يا ابن الكلب، ده انا مش ملحق على الاصفار. طب احنا ممكن نتقفش في الموضوع ده. نتقفش؟ انت مالك كده بتجمع؟ انت اصلا مالك بالموضوع ده يا حاج؟ اصل انا قررت ارفع من معنوياتك وانصص معاك، اجيب لك شاي سجاير من تحت اي حاجه يعني. بقول لك يا حاج، انت ممكن تخش تنام دلوقتي على ما انا الم القرشينات. قول لي يا منش بيه، عملنا كام لغايه دلوقتي؟ حتى الان 4500 جنيه يا حاج. لا ده كلام فاضي، احنا كده قدامنا كتير على المليون الاولانيه. انا عاوزك بقى تزود الشير وتركز على العشوائيات. كله بيحصل، ما تقلقش، المشكله مشكله وقت ليس الا. باركولي 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 باركولي. ايه وليه هتطولي ولا ايه؟ ودي محتاجه ذكاء يا حاج، اكيد طلعت في قرعه الحج السنه دي، عقبالك. يا رب انا وانت في قرعه واحده يا وليه. للاسف مش قرعه حج. امال ايه؟ لقيت لي الاستماره دي بتاعت دعم الزعيم، قمت مشتريه واحده أوه. وبحسي الوطني طبعا قمت جريت على مباحث الانترنت واديت بلاغ على طول، وجاري عكش النصابين دول عن طريق الكمبيوتر بتاعهم. خرب بيتك يا منشي، يا خرب بيت ابوك يا منشي. ورا مصنع